مليون هلا بيك. اتصال اخر. الو 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 يا مليون هلا ومرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك يعني مهند؟ تمام الحمد لله. من وياي؟ منور البرنامج. فدوى القلب. نور عيونك هذا. اني بش من بغداد. بش من بغداد. واول مرة طبعا اشترك. سعيدين باتصالك يا بش. شكرا لك ممنونة. احكي لي مهند اني ابدا احكي لك انا في الموضوع. اي اريدك تنصحني واريد اعرف يعني شنو هذا حب ولا لا. اوكي. اني زوجي هو يعني من يكون قريب علي يعني جدا يحبني ويخاف علي وخلاص يعني حتى كلام ما حلو ما يسمعني وما مقصر علي بكل شيء طبعا. واني يعني أنا ما حابة بحياتي يعني أول شخص حبيته وآخر شخص أحبه يعني هو زوجي طبعا. حلو. أي يعني أنا هسه عمري 25 سنة يعني أنا إذا أقول لك من الطفولة لحد هذا كبري أنا أول ما حبيت زوجي وآخر ما أحبها إنه بأنه زوجي بس. حلو. بس هو عنده شيء واحد. أي هو يقول يعني هو يعني يحب يعرف بنات يحب يطلع ويا بنات يعني صور حتى يعني صارت الخيانة قدامي وكل شيء أشوف قدامي وهيك شيء يقول لي أنا أحبك بس هاي نزوات بالحياة يعني أنا أحب يعني هاي نزوة أسميها. إيه فأقول يعني ماكو هيك حب يعني اللي يحب حب صحيح ويعني من كل قلب. لا 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 بالعكس. شوفي راح أقول لك على شغلة. بأنه هو ما يشوف غير بس راح أقول لك على شغلة والله مو دفاعا عنه بس أصدق إنسان إذا حب ويعني يتمسك بحبه كلش هو اللي يدور نسوان. لا ماكو هيك شيء بس زين اوكي المشاعر وين راحت؟ الحب وين راح؟ الاحترام وين راح؟ احنا ما نقدر التقدير وين لا راح؟ هو مو قلت لك يعني أنا لا أنا دا أحكي لك بجانب إنه إذا أقول لك أحبك يعني هو صدق يحبك يعني ما دا أقول لك اللي دا يسويه صح بس لا تقولين هو ما يحبني هو اللي دا يسويه غلط أنا وياك غلط أوكي هو غلط بس هذا ما ينفي بأنه هو يحبك. بس أنا يعني تعرف شنو؟ يعني دائما أقعد بيني وبين نفسي أقول يعني معقولة يحبني من كل قلبه ويحبني صحيح يعني ويخونني يعني شوف يعني أنا بحيث ما مقصرة عليه شنو اللي يريده أنا دا أسوي له يعني حتى يعني الجمال هو لله يعني جميلة نظيفة يعني شو يريد أنا دا أسوي شنو اللي سبب اللي يخليه يقول هي هاي نزوات وهيك يعني ما أتصور يعني أكو هيك شيء يعني الخيانة. شوف راح أقول لك على شغلة. الخيانة ترى الخيانة مرض. الخيانة مرض. إذا مرض الكذب يكذب علي يعني دائما أقول له أوكي أنا ما مانعتك من شيء شو تسوي أوكي قول لي لظم علي أنا ما أمنعك من شيء وعدة مرات وأكثر المرات يكذب علي وأني أتخبى من موضوع الكذب. أوكي زين يقبل عامله مثل ما يعاملني هو طبعا لا بس انت لازم تقعدين ويا هاي القعده تقولي له هذا الحكي كليته واحده اثنين ثلاثه اربعه اقول له سوي لك رده فعل قويه سوي لك رده فعل قويه ازعلي زعله قويه. انا ما اقدر اعوفه الصراحه لانه احبه اوكي وقعدت وياه وحكيت وياه وقلت له تقبل اعاملك مثل ما تعاملني قال لي لا طبعا قلت له خلص سعد ليش أنا أحبك ليش هيك تسوي وياي ليش هيك يقول أنا أحبك أنا ما أقدر أعيش بدونك ومرات نصير مشاكل بيناتنا كلش قوية زين ويعني يصير بيها يعني شلون نريد نتفارق وما نقدر نرجع بتعرف شلون يعني وهو يعني يقعد يعني يبكي ويقول أنا أحبك وأنا ما أقدر أعيش بدونك وأنتي حبيبتي وأنتي زوجتي وأنتي هيك وأنتي هيك فأنا أضعف بهذا كلامه جدا أضعف زين يعني أنا يعني مع انه خياناته وكذبه وهيجي بس يقول لي كلام حلو خلاص يعني انتهى الموضوع. زين. والله يعني اللي ببالي لازم نسوي لك ردة فعل كلش قوية. يعني شلون ردة فعل كلش قوية؟ يعني زعلة يعني كلش قوية، زعلة تختلف تصبرين على روحك حتى لا انت تريدي حتى تحسسيه بقيمتك وتحسسيه بانه هذا الشيء غلط على مود ما يرجع يسوي. صارت هاي الزعلة واجا صالحني
وسمعني هم كلام حلو وانطاني وعد. يعني انت تقول يعني انت اول ما تسمعين كلام حلو تنسين الاول والثاني. مو انا لانه لا مو لانه ومرات يعني هو ما يجي وحده، يجي قدام اهلي، واهلي انا ما اقدر ارفض لهم طلب، تفهم شلون؟ ايه يعني اهلي همات يعني فوق ما كلامه، اهلي همات يلا زوجك وما يخالف وحبيبك وزوجك ويجوا وما عندك غيره وهاي خلاص ارجع هاي انتهى الموضوع. بس انا لو اكون وحدي ومصره على كلامي خلاص جايز اتحمل. زين هو شلونه وياك؟ هو شلونه وياك؟ هو زين وياي، ما اقول لك مو زين، زين وياي وما مقصر علي وكلامه حلو، حياته حلوه وياي. بس الموضوع اللي هو موضوع الخيانه اللي صار لكم ايش قد متزوجين؟ صار لكم ايش قد متزوجين انتم؟ صار لنا 1 سنة و3 أشهر. صار لكم 1 سنة و3 أشهر. يعني موضوع الخيانة ده يذبحني، مو يأذيني، يذبحني. الله يكون بك. زين وموضوع كذبة همات يعني ما أعرف. شوفي راح أقول لك على فد شغلة كلش مهمة. الإنسان أول ما يتزوج تتغير حياته كلها، فطبيعي من تشوفين هذا التخبط من عنده بهاي الفترة، لأنه فايت على حياة جديدة، كان متعود على غير شيء وصار وهسه عايش غير شيء. قبل كان براحته يقدر يسوي علاقاته ويقدر يرتبط، هسه لا، اختلفت الوضعية. هاي الفترة تحتاج من... بس خلي أكمل ممكن؟ اي نعم تفضل اسفة. لا ولا يهمك. بهاي الفترة يحتاج هو بينه وبين نفسه راح يستقر، ويحتاج ايضا جانب من عندك اللي هو جانب الاهتمام. قولي له فعلا على بانه فكرة لا على فكرة انا الزوجة الثانية له. الاولى موجودة لو منفصل عنها هو؟ موجودة. يعني انت زوجة الثانية؟ ايه يعني انه زواج قام انه بفوقاية يعني. ايه يعني زحمة ترى. والله ما اعرف ايش اقول لك ثاني. ايه زحمة. لا هي والله يا غزي فعلا والله ما اعرف شو اقول لك. يعني هو الزوجة الثانية لا هي الاولى، يعني انت تقولين اني ما مقصرة وياه بشيء. والله اني نصيحتي لك اوصيك بالدعاء. انت تدعي له الله يصلحه، ما نجر خيار والله. اريد تنصحني واريد اعرف بانه هذا حب او مو حب. هو حب ما دام تزوجك، ما دام تزوجك يا بنت الحلال، ما دام اختارش من بين كل البنات اللي هو يعرفها، اذا انت يحبك. هاي الامور بيد المرأة، يعني هي تقدر تعرف شلون تفر راس الرجال بانه ما تخليه يشوف غيره. يعني بدي اقول لك انا كل شيء مسويت له، كل شيء يعني ماكو شيء ما مسويت له اياه، بس هو يقول انا مثلا هاي نزوة. شنو يعني هو اكثر شيء راح انطيك نصيحة كلش يجوز اني اشوفها تفيد. اكثر شيء هو يحبب السوالف وياك او يحبه يعني وياك. كل ما تشوفين فتش الخيانة احمي من هذا الشيء على مود يكون شيء مقابل شيء. سعيد جدا باتصالك. يعني هو يقول لي انا اصعب شيء عندي بانه تعوفيني وتروحين. خلاص لا عاد مني سوى هذا الشيء عوفي وروح. اروح ازعل يمه يومين والثالث يجي يتوسل ويبكي. ماكو حكي. نفس القوانه يوميا. لا انت لازم تخلين حد لي هذا، وتقدرين تصبرين على هذا الشيء، وتقدرين تعوفيه على مود مو تعوفيه نهائيا، تعوفيه فتره على مود يعرف شنو غلطته. سعيد جدا باتصالك ويا مليون هلا بيك. مليون هلا.